ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في صحة وستر وخير. تعالوا بقى شوفوا الجمال. انا عايزاكم تبصوا على الفرخة العسل دي، تحسوا ان فرخة طالعة من فيلم كرتون كده. فاكرين الفرخة بتاع زمان بتاع توم جيري اللي كنا بنشوفها زمان ويبقى نفسنا فيها؟ الفرخة دي كده شكلها بالظبط. طعمها بقى تحفة. جربوها، حلوة قوي، سهلة قوي، ما خدتش مني 10 دقايق تجهيز. وعملت كمان معاها خضار حلو قوي. اتمنى تجربوا الوصفة. واللي ما يعرفنيش، انا سميرة وده مطبخي. لو اول مرة تشوفيني يا ريت تتابعيني. زي ما انت شايفة انا معايا بصلاية كبيرة او بصلتين متوسطين فرمهم ناعم. وحطيت بهارات فراخ، قرفة، فلفل اسمر، كزبرة، شوية شطة للي يحبها سبايسي شوية. ادعكي كل ده مع بعضه مع معلقتين من زيت الزيتون او زيت عادي لو ما عندكيش زيت زيتون. الفرخة بتاعتك طبعا هتكوني غسلاها ومنضفاها كويس جدا ومصفيها من المية. هناخد حشوة البصل اللي عملناها دي وبين الجلد واللحم هنبتدي نحشي الفرخة بتاعتنا كويس. وما تبالغوش قوي يعني في الحشوة بتاعتها عشان الجلد ما يتقطعش. طريقتها سهلة قوي، طريقة تسويتها مفيش اسهل من كده. جربوها ان شاء الله تعجبكم قوي. بصوا بقى، هبتدي احشي كل الفرخة من جوه وبين الجلد، وفي بطن الفرخة برضو هحط شوية بصل. وهسيبها لحد ما اجهز الخضار بتاعي. عندك صينية زي دي بقى اللي بتاعت صينية الكيك دي تمام، ما عندكيش اي صينية عندك وحطي فيها برطمان. قعدي البرطمان كده وحطي فيه شوية مية وقعدي الفرخة فيها وما تخافيش، مش هيتكسر ولا يحصل له اي حاجة. برطمان من برطمانات المربى وكلنا طبعا بنحتفظ بيه. طبعا حطي الخضار اللي انت عايزاه. النهارده انا حطيت بطاطا، ودي اول مره اجرب البطاطا في الاكل. طعمها يا ولاد بصوا تحفه، طعمها حلو قوي، جربوها تعجبكم. وخدت شويه من البصل اللي فضل مني، حطيت عليه شويه ميه. وطبعا زودت الملح ورشيتهم على الخضار عشان الخضار بتاعي يبقى طعمه حلو. انا حاطه كوسه وبطاطس وطبعا البطاطا زي ما قلت لكم. ومش فاكره كنت حاطه ايه تاني بصراحه. انتوا شوفوا الفيديو وانتوا هتعرفوا. طبعا هنقعد الفرخه في الصينيه كده كويس قوي. وزي ما قلت لكم لو ما عندكوش الصينيه دي، صينيه عاديه من بتاعتنا، ونحط فيها برطمان من برطمانات المربى وندخلها الفرن على ارضيه الفرن زي ما انتوا شايفين كده. هنحطها الاول على درجه حراره عاليه، وبعد كده نخلي درجه الحراره للنص ومن غير شوايه ولا اي حاجه هتاخد اللون ده. طب هتاخد وقت قد ايه؟ على حسب حجم الفرخة بتاعتك ودرجة حرارة الفرن. هتاخد معاكي من ساعتين الا ربع لساعتين، ساعتين وربع. والفرخة اي وزن بقى انت تحبيه، حتى لو فرخة كبيرة. جربوها ان شاء الله تعجبكم. هنا للأسف كان النور قطع، بس اتمنى تجربوها